يعرف في هذه اللحظات مرور هذه الشحنة المكشوفة التي تحمل أعضاء المنتخب الوطني والطاقم التقني، وفي الجنبات حشود من الجماهير المغربية التي أبت إلا أن تحضر من أجل مشاركة المنتخب الوطني أقل من 20 سنة هذه الفرحة الكبيرة، وهذه هذا التتويج العظيم للمنتخب الوطني أقل من 20 سنة. أشبال الأطلس أبطال العالم بالشيلي، وكما قلت فهذه اللحظات هي لحظات تتويج، هي لحظات امتنان، هي لحظات الاعتراف بهذه المجهودات الكبيرة من باب السفراء، البوابة التاريخية التي طالما استقبلت الوفود والملوك والسفراء. ينطلق هذا الموكب موكب من نوع خاص، موكب أبطال عادوا من أقصى قارة يحملون بين أيديهم كأس العالم لأقل من 20 سنة ليعيدوا إلى الذاكرة معنى الانتصار ومعنى الانتماء. أشبال الأطلس أبناء الوطن يسيرون وسط زغاريد وأيضا أهازيج الشعب المغربي وهتافات الشباب، بينما هذه الحافلة تجوب شوارع العاصمة، عاصمة الأنوار الرباط. كما قلت تتوقف بين لحظة وأخرى لمشاركة هذه الاحتفالات الكبيرة مع الشعب المغربي. هنا تلويح بالعلم الوطني من مختلف الحاضرين، وأيضا تصفيقات وأهازيج على هذا المنتخب الوطني. هنا من داخل الحافلة لاعبو المنتخب الوطني يوثقون هذه اللحظة بصور تذكارية مع الشعب المغربي بعدما حملوا الفرحة والسرور للمنتخب الوطني. هي إذن فرحة شعب بأكمله، فرحة وطن يرى في هذا الجيل استمرارا لمسار ملكي حكيم آمن بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان وفي صورة المغرب الحديثة. يتواصل هذا الاستقبال الشعبي وهذه الفرحة الشعبية لأشبال الأطلس. دائما أمين تشاركوا معايا التعليق على هذا عشناه مع الاسود في مونديال كتكرر هذه الصور هذو. نعم. وكيكون نفس الاحساس من يخصو الدارجه. نعم. نعم. تبوريشه الفخر كبير، وواحد الفخر الانتماء لواحد الامه، دوله اللي عندها 14 قرن، واللي مرت من مراحل، واللي دائما فيها واحد العرفان الاشخاص اللي كيسديو لها، يعني كيخدموها بالتفاني ووفاء. نعم. وهادو خدموا بالتفاني ووفاء، وجائزتهم واستحقاقهم هو هذا الاستقبال، يعني اللي عطى التعليمات ديالو صاحب الجلاله، وكذلك استقبال الشعب. نعم. نعم. انا تنشوف باللي داروا استقبالات بحال هكا، وداروا حفلات بحال هكا اللي ديما كتشوفوا فين كنشوفوا فرق. شفنا في 2004 شفناها الفرق المغربيه وشفناها المنتخب في قطر، ولكن اول مره اللي كتكون مكتوبه فيها ابطال العالم. ديما كنشوفوا كنلقاو شي حاجه مكتوبه من غير ابطال، كنلقاو تحيه الابطال، ولكن ابطال العالم انا هي اللي جاتني بقيت تنشوفها وتنعاود وقت ما تيدار الزوم على البيس تنشوف هذيك ابطال العالم، وكنعاود نتاكد انني شفتها، لان جوبونس في كاع داكشي اللي شفنا اللي قبل ما عمرها ما كانت مكتوبه لقينا دوزيام بلاص، لقينا فخرونا، لقينا اسود فخر المغاربه، لقينا هادشي كامل، وكما انها تلقى مكتوب ابطال العالم انا كنظن انها اول مره وما غتكونش اخر مره. نعم. وهذا حافز للدكتور لا كان جاي ان شاء الله. حافز لكم. هادشي اللي انا كنقول، هادشي اللي حسيت به سي لا شير دو تبوريشه، وتحطيت صافي. انا جو مشي مي اون بلاص اني ان شاء الله في من موالا كان انا في لو بوس انا بحال هكا. دونك سا مي موتيف، و جو بونس سا موتيف المغرب كامل، اللعابه ديال لي جون ديال المغرب كامل اللي كيلعبوا الكره، انهم شي نهار حتى هما غادي يكونوا يقدروا يمشوا يكونوا في هذا لو بوس، وتكون عندهم استقبال الكبير اللي هنا في مدينه الرباط. دونك غير بعوده للجمهور، تكلمتي على الجمهور اللي في لي ريزو سوسيو اللي هو اللي في الزنقه. كاين واحد الكلمه بالفرنسيه انت كتعرفها، كاين بيان شاتي بيان، كيما كينتقدك
كيبغيك. هذه فرح بك لان انت هو باغيك تربح. حيت هذا الجيل وهذا الجيل بالضبط اللي ربحت هو جيل ما كيعرفش المستحيل كما قلتي، لانه شافوا قريب ليه في قطر، عاش هذاك الاجواء اللي شافوا حتى هما الاستقبال اللي كان تنكون ليكيب. وبلا شك انه فاش كانوا لاعبين كانوا في واحد لو كون اللي خدات لداخل تيفكروا ان راه يقدروا حتى هما يربحوا ولا يديروا شي مسار مشرف ويجيو حتى يكون عندهم استقبال بهالطريقه هذه. واليوم U17 غالبا يكونوا كيتفرجوا قبل ما يمشيو حتى هما في نفس الدين، لان دونك لامباكت بحال هاد لامباكت بحال هاد لي تور هادو بحال هكا اللي بسيكولوجيك سور لو سبورتيف في لا موتيفاسيون ديالو، وانه يبغي يعطي اكثر كيدخل شويه بو امباكتي بسيكولوجيكمون كوم يلفو لي جينيراسيون اللي يجيو انهم يشوفوا بحال هاد لي زيماج هادو يبقاو مأرخين وتعاودوا لهم هاد السيمانه كامله باش يتعرفوا. نعم. إذن هو يوم يحتفي به الشعب بالإنجاز كما يحتفي بالكرامة، ويشكر شبابه الذين حملوا رايته واسم بلاده إلى القمم العالمية. هو ليس مجرد تتويج كروي، بل هو عنوان مرحلة جديدة تؤكد أن الرياضة في المغرب أصبحت مشروعا وطنيا متكاملا تسنده رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من التكوين والاحتراف مسارا لبناء جيل يصنع الفارق. يمر الموكب في رحلة قصيرة على الأرض لكنها طويلة في معناها الرمزي، ورحلة تختصر قصة وطن لا يعرف المستحيل، وجيل أثبت أن الحلم المغربي قادر على أن يرفرف عاليا بين نجوم العالم. هؤلاء نجوم نراهم مباشرة أبهروا العالم وأبهروا كرة القدم العالمية بمستواهم الكبير، بأهدافهم الرائعة وبالفرحة التي حملوها إلى الشعب المغربي، وببطولاتهم التي بقيت راسخة هناك بسانتياغو، بالشيلي العاصمة بشيلي، ببطولة العالم. كما قلت موكب الحافلة المكشوفة للمنتخب الوطني ما زال يتعرف وما زال يشهد هذا الاستقبال الحار للشعب المغربي ولكل المغاربة على هذا الإنجاز الكبير. أمين باقي نكتبوا ليش؟ لا غير كندير واحد الفلاش باك، لان القصه بدات في الشيلي او كانت يمكن لها تبدا في الشيلي واستمرت في الشيلي. نشرح لك. اول مباراه كبيره لعبها المنتخب المغربي بعد الاستقلال كانت هذيك المباراه ديال اسبانيا اللي كانت بعد ما فزتي بكاس افريقيا الامم بين مزدوجتين، يعني تفوقتي في الاقصائيات الافريقيه وكنتي شامبيون دافريك اوفيسيو ماشي اوفيسيال. لعبتي ماتش مع اسبانيا، فرضوا عليك تلعب باراج مع اسبانيا لقاء سد. اسبانيا جات بالنجوم ديالها، لعب مارسيل سيردان اللي هو دابا المركب الخامس، وبالنجوم ديال الريال وديال بارسا وبوشكاس. كان يمكن لهم يمشيو للشيلي، وانا كان يعني كنتفكر بان هذا الجيل هذا باقي فقيه جوج ديال الناس اللي على قيد الحياه، هما عبد الله مالاغا والرياح اللي ماركاو بجوج البرنابيو. نعم. الناس عندهم 85 عام حلوا عينيهم على الكره مع في ظروف اخرى. اليوم احفادهم مشاو للشيلي وجابوا لقب من دوك الملاعب اللي كان يمكن لهم يلعبوا فيها. وكنظن انها واحد الرساله عندها واحد الرمزيه كبيره، هو انه طال الوقت او قصر بالاراده والعزيمه. اللاعب المغربي اللي هو موهوب الا تاثر وتكون ولقى الارضيه والمناخ المناسب يقدر يحقق الاحلام ديالو والاحلام ديال هذا الشعب اللي كيستنشق كره القدم. وحتى ما تفوتناش فرصه وسي شكرنا الناس المكونين هنايا وكل شيء، ولكن حتى التعلق اليوم ديال الشباب المغربي بالرايه ديالو كبر من غير قبل ما كاع من قطر بواحد شويه، لان كاينه لا فورماسيون، كاينه لا بوليتيك دو سكوتينغ والسي اللي كدار والتتبع ديال الشباب المغاربه اللي كاينين ليترونجي. بحال اللي كنشوفوا واحد بحال معمر اللي كان فاسينو يقدر يلعب ليكيب دو فرنسا، ما يحبسوا حتى شي واحد واخا هكاك، ما عمرو كانت عنده ليزيتاسيون وجا اختار انه يلعب المنتخب المغربي وخدا احسن لاعب شاب في اليوفا. دونك حتى التربيه والتكوين ولا موتيفاسيون انك تحمل هذا التوني هذا ما بقاش غير غتجي لانك غتمثل البلاد ديال الوالدين ديالك ولا الاجداد ديالك، لا عندك ان بلان كارير اللي تقدر تنجح فيه، تقدر تحمل القاب مع الفريق ديالك ومع المنتخب الوطني. وكنظن الا سولت اي لاعب
في العالم واش يفضل انه ياخذ لقب مع المنتخب الوطني ديالو ولا لقب مع الفريق ديالو، غيختار المنتخب الوطني ديالو. نعم. اليوم كيجيو الناس باش يديو كيختاروا المغرب عن حب، ولكن لانه حتى المغرب ولا كيعطيك ان بلان دو كارير انترناسيونال في المستوى. كتاخذ واحد الحاجه وانت راه سافرتي برا. نعم. ما كاينش شي بيت مغربي كتدخل له في جميع دول اوروبا ولا العالم ما كتلقاش فيه يعني الريحه ديال المغربيت. الام ديالك والاب ديالك كيربيوك على حب الوطن بشكل او اخر، وقد ما ابتعدتي يعني عشتي في الغربه قد ما كتعلق بالارض ديالك. راه كتدخل اول حاجه كتلقى التلفازه المغربيه هي ولا الارض اللي كاينه ديالك في البيت، ولا الارض ديالك عطاتك اون روتور بيان سور كتجي عاوتاني هي فين كيكون داك لوسموز الكبيره فين كيوقعوا لي ميراكل بحال هادو اللي حضرنا عليهم. سي ان بو نواصل كليشي التعليق على دم احمر. هذاك الشيء اللي كاين دم احمر. جو بونس كاع لا جينيراسيون اي جينيراسيون عند واحد مغربيت ما انكرويابل. المهم إذا نواصل سيتي كليشي من هذا الدكتورة. ودزنا من الميتافور كليشي راديولوجيك. نواصل هذا نعيش سويا هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير للمملكة المغربية من باب السفراء، البوابة التاريخية من قلب العاصمة المغربية الرباط عاصمة الأنوار. انطلق اليوم هذا المشهد الذي سيكتب بحروف الفخر في الذاكرة الوطنية. ها هم أشبال الأطلس أبطال العالم يعودون إلى أرض الوطن، تتقدمهم هذه الحافلة المكشوفة وسط الجماهير المغربية الغفيرة التي جاءت من كل المدن المغربية والجهات لتقول لهم أنتم فرحة المغرب، أنتم جيل الحلم الذي أصبح واقعا. من هذا الباب أو من باب السفراء العريق الذي استقبل عبر التاريخ السلاطين والسفراء والمبعوثين، مر هذا الموكب، وها هو موكب الأبطال يشق طريقه عبر شارع الحسن الثاني وسط بحر من الأعلام والعيون التي وصل الآن الموكب إلى شارع محمد الخامس وسط بحر من الأعلام والعيون التي تفيض بالدموع فرحا. مشهد يختزل 25 سنة من الرؤية الملكية في بناء نهضة كروية شاملة، رؤية جعلت من مراكز التكوين منارة أخرجت هؤلاء الفتيان ليحملوا اسم المغرب عاليا في سماء العالم. فيا له من مغرب متميز اليوم. أشبال الأمس صاروا أسود المستقبل، والمغرب الذي صعد منصات التتويج في القاعات والملاعب وأيضا الأولمبياد يؤكد اليوم أنه قوة كروية عالمية. إنها لحظة تتجاوز الرياضة، لحظة تعبير عن الانتماء والعهد والاستمرارية في مسار يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله نحو مغرب الإنجازات، مغرب الرياضة، المغرب الذي يرفع أحلامه دون حدود. اليوم الرباط ترتدي أبهى حللها وتنبض شوارعها بألوان الفخر والاعتزاز. إنها فرحة شعب بأكمله، فرحة وطن في هذا الجيل. والأنظار بعد قليل سوف تتجه لساحة البريد قلب الرباط النابض، حيث تتعالى الأصوات بالنشيد الوطني وتتحول الشوارع إلى نهر من الأعلام. يعني كتعرف انه كيعجبنا داك انا كصحفي نكون دير القراءه في الصحف ياك، كنتمنى انه يكون واحد العنوان بغيت تعطي شي عنوان. 40 مليون قلب تهتف ديما مغرب. صحيح. وهذا هو الاحساس، لان ما كنظنش انه المغرب كله ما يعني ماشي وراء الشاشه، في المقاهي في البيوت ما كيشوفوش هذه اللحظه هذه وما كيرددوش نفس الكلمه ديما مغرب. لان هذا المنتخب خلانا يعني نسترجعوا الايام الجميله ونسهروا الليالي ونحتفلوا مباراه بمباراه، حتى المباراه النهائيه اللي من بعد الانتصار كنظن انه من طنجه للقويره نضيفوا لها مغاربه العالم في جميع القارات ما خرجوش واحتفلوا. الشعار هو ديما المغرب، الشعار والله الوطن الملك، والشعار هو كذلك هذا الرايه
اللي عندها واحد القيمه، وكنظن بانه كل واحد مستعد من الموقع ديالو انه يدافع على السمعه ديال بلادو. اللاعب ديال الكره في الميدان والمواطن في المكان اللي يعني كيزاول فيه المهله ديالو. وكنظن ان كلنا خصنا نخدموا بتفاني باش دائما هذه البلاد هذه تبقى غاديه في الطريق اللي كتبوا لها الله، واللي بطريقه ولا باخرى التاريخ ديالها كيستحق. 14 القرن كتستحق ان الانسان في وقت من الاوقات يقول ديما المغرب. ديما المغرب اكيد. ملي كتشوف بونس هذا نفس السيركوي اللي دارت ليكيب بريمير تقريبا، هو السيركوي التقليدي. يعني غتخرج من باب السفاره، غادي تنزل امام محطه القطار، شارع الخامس، البرلمان، ساعه البريد، وتمشي لشارع الحسن الثاني، غتدور على اليمين وتتجه في حسان باش تقطع الواد قنطار. وكذا هذا كيف قلت لك موتيفون كاع لي جينيراسيون اللي غادي يجيو، وماشي ماشي من اللعبات اننا كنديروا هكا. غتولي ولا تقليد والحوالات كيف قلتي، هو سيركوي تقليدي لان كتولي انت براسك كتجالس بلاصتك كيف قلت قبيله. يمكن انا نتعاود كيجالس بلاصتك تقول الا كنتي لاعب كره القدم انت شاب، غتقول واحد النهار انا غادي نطلع في هذاك البيس، انا غادي نجيب هذه الدوره وتكون مكتوب عليا بطل العالم. فتنا دابا هذيك البلاصه ديال فتنا هذيك الكتبه اللي كنا كنكتبوا مفخره المغاربه ولا شرفتمونا، اليوم ابطال العالم. حنا في واحد البيس نكتبوا فيه ابطال العالم. ما عرفت مع الوقت واش كتستوعبوها ولا ما كتستوعبوهاش، ولكن مكتوب فيه ابطال العالم. اول مره عشتها وكنرجعوا للتاريخ هو ملي المرحوم الحسن الثاني يعني استقبلنا والو عويطه في فينال ديال كوب دوطرا، وهز لهم يديهم بجوج. ومن بعد عشنا استقبال سيدنا كان انذاك ولي العهد في 84 بتعليمات من الوالد ديال الله يرحمه، هو ولا مريم استقبلوا نوال وعويطه، وكان استقبال بحال هكا. كنظن انه هاد يعني الملوك الاسره العلويه دائما عندهم ارتباط بالرياضه والرياضيين. في وقت من الاوقات كنحتاجوا نزوجوا بين ما هو استقبال رسمي ملكي او اميري واستقبال شعبي. صحيح. وكنظن انه هذه الصوره هذه هاد الدراري ما عمرهم ما غينساوها. بيان سور وغادي يقولوا حيت هما النواه ديال 2030 ان شاء الله، غايقولوا 2030 ان شاء الله في ملعب الحسن الثاني ان شاء الله غادي نلعبوها، نخرجوا منها ونجيبوها ونخرجوا به. الطموح تاعهم غاديش يبقى، الطموح تاعهم غيولي حتى هو كبير بزاف 2030. يخرجوا به، حيت الا كنتي في التيران ديالك تخرج به، تستناك تما لداخل وتخرج من تما بالتوني ديالك بلا ما تستنى تمشي وتبرد، تبقى في الفرحه ديالك. هادشي اللي بغينا حنايا ان شاء الله. دونك هادشي كيعني ان الفينال تكون في بلادنا ان شاء الله. مساء المجد، إنه مساء المجد، مساء الوطن من هنا من المملكة المغربية الشريفة، من أرض تصنع التاريخ ولا تنتظر أن يكتب عنها. نطل عليكم في يوم استثنائي، يوم سيبقى عنوانا في ذاكرة كل مغربي. إنه يوم الفخر، يوم العودة المظفر الأشبالي الأطلس، أبطال العالم لأقل من 20 سنة، الذين كتبوا صفحة من أنصع صفحات الرياضة المغربية، صفحة اختلط فيها العرق بالدموع والإيمان بالعزيمة والحلم بالواقع. اليوم لا نغطي حدثا رياضيا عابرا، بل نواكب عرسا وطنيا كبيرا تجتمع فيه الرموز والدلالات وتتجلى فيه وحدة وطن بأكمله. بل نواصل هذه المواكبة من شوارع الرباط، من قلب العاصمة النابض، من ساحة البريد، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر، وصولا إلى قنطرة مولاي الحسن، جسر اللقاء بين الرباط وسلا. الرباط اليوم ليست مدينة فقط، إنها لوحة وطنية حية تمتزج فيها أصوات الجماهير بزغاريد الأمهات ودموع الفرح بألوان العلم المغربي. آلاف المغاربة يصطفون على الجانبين ويرفعون الأعلام ويهتفون لهذا الجيل الذي أعاد للكرة المغربية مكانتها بين كبار العالم. هذا المشهد أمامكم لا يقاس بالحجم، بل يقاس بالمغزى، فهو تجسيد لرؤية ملكية سامية جعلت من الرياضة مشروعا وطنيا، ومن التكوين أساسا لصناعة الأبطال. هؤلاء الفتية في هذه اللحظات يمرون وسط هذا البحر البشري، ليسوا مجرد لاعبين فقط،
إنهم سفراء الحلم المغربي الجديد، جيل تربى في مؤسسات حديثة وفي مقدمتها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، فتعلم أن الانتصار يبدأ من الانضباط، وأن القيم تسبق الشهرة، وأن حمل القميص الوطني مسؤولية قبل أن يكون مجدا. اليوم حين تعلو الأهازيج وحين ترفرف الرايات من كل صوب، ندرك أن هذا الوطن لا يعيش فقط فرحة التتويج، بل يعيش فرحة الاكتمال. اليوم ما نراه في الرباط ليس احتفالا فقط، إنه مشهد مغربي جامع تتعانق فيه الرموز كما قلت، من باب السفراء رمز السيادة إلى قنطرة مولاي الحسن رمز الوحدة. مسار قصير في المسافة لكنه طويل في المعنى، لأن كل خطوة من هذا الموكب تروي حكاية وطن عظيم علم أبناءه أن المجد لا يمنح بل ينتزع بالعمل والوفاء والإيمان. هذه الأصداء تصلكم مباشرة من موكب هذه الحافلة، وهذا التماهي بين أشبال الأطلس أبطال العالم، وهذه الرقصات وأيضا التعابير الجسدية بين الجماهير المحتشدة وأيضا كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني، هو رسالة على أننا على العهد سائرون جميعا وراء جلالة الملك. أمين. كان الناس صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملي ارسل يعني ديك الرساله اللي كانت في يعني في ليزاسيس دو سبور ديال السخيرات، وضع واحد لابينه واحد خريطه الطريق اللي الامور ديالها واضحه، يعني حتى كل مسؤول رياضي او رياضي امام مسؤوليته. هذا هو السؤال كاين اللي يتحملها وكاين اللي ما تحملهاش بالشكل المطلوب. امين. هذا هو السؤال اللي غيتطرح على المشهد الرياضي بشكل عام. ماذا بعد هذا المجد؟ ماذا بعد هذا الانجاز؟ وكل واحد خصو يجاوب عليه من الموقع ديالو. خاص الاستمراريه، والاصعب ماشي هو الوصول للقمه، هو الاستمرار في القمه. واش قلت لك بغيت المغرب تكون هي المانيا ديال الكره، بمعنى ان المانيا من 1954 لدابا تعتبر اقوى قوه مع المنتخبات في المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات، لان درت واحد الحاجه على اندسترياليزي لو بروسيس، بمعنى ملي كدير واحد البروسيس وكتولي كتكررو كل مره كيولي اندسترياليزي، بحال كتدخل واحد الشركه وكتحط لك واحد الطرق ديال المسار ديال العمل، كتولي واحد المسار صناعي، كتولي غادي بيلوطاج اوتوماتيك، لان كل واحد كاين الخريطه كاين المخطط كاين كل شيء، كتولي انت كتولف تربح. دونك خصنا نوليو كنولفوا نربحوا ونبقاو نشتغلوا بنفس العقليه، والعادي يكون هو الربح، والاستثناء هو ما توصلش للنصف النهائي ديال الكؤوس الافريقيه والبطولات العالميه. مفاجاه انك ما وصلتش. انا في القبيله انا عطيت المثال ب 2005 بحال وقف الزمن وضيعنا وقت كثير، لان من 2005 ل 2025 راه 20 عام ما لعبناش هاد كاس العالم اللي كتلعب كل عامين، وبقينا محافظين وبقينا خدامين. في هاد الخمس سنين الاخرى كان هذا المدرب اللي بدا اللقب سي وهبي كان يقدر ما يكونش، كون ما خديناش القرار ديال الاستمراريه، كون ما خديناش القرار ديال الصبر، كنا كنديروا قبل، كون ما خديناش القرار ديال الصبر. علاش؟ لاننا كنا كنتعاملوا مع الفئات بحال الفريق الاول. فشلتي في لوبجيكتيف ديالك الله يعاون سلامه، لا هنا كان عندك ان اوبجيكتيف تي اون تران دو كونستروي شي حاجه اللي ما كانتش موجوده. وخاصنا نعرفوا انه كاين جوج ديال الالقاب، كاين ناخب وطني او مدرب ومؤطر مكون مربي. السي محمد وهبي مكون اولا مؤطر ومربي اولا، عاد مدرب. لا كاسكيت ثاني ملي كتعطي ديك لا كاسكيت الاولى وكتعطيها القيمه ديالها، كتعرف القيمه ديال الوقت، لان الزبيري والصادق معنا هاد اللاعبين كلهم راه فشلوا في الوصول للبطوله الافريقيه ديال هذه السنتين. جزء منهم راه شارك في الاقصائيات بحال خليفه. شنو درنا؟ حافظنا على اللابنه اللي هو المدرب شيف دو بروجي، وعطيناه الثقه وقلنا ليه استمر في العمل ديالك، كبرنا ليه لا باز دو دوني وعطيناه جميع الامكانيات باش ما يفشلش. وصلنا تكاليفينا لكوب اوناف، ربحناها، مشينا لاكان باش نربحوها،
ما جابش الله، خسرنا على افريقيا دو سود، ولكن ما خدناش ذاك القرار اللي كان دائما هو ديك السرعه ديك تو تيغ بلو فيت كو طون، بمعنى خسرت الفرقه علقوا المدرب. لا، خصنا نستمروا في الثقه، لانه ماشي فقط ناخب وطني ولكن عنده واحد المشروع تربوي تكويني فيه وغادي يعطيه الماكسيموم. وشفتوا انه في كاس العالم كان هو لو شيف دو بروجي، لانه كيتكلم بجميع اللغات واستطاع يوصل الافكار ديالو تقنيه تكتيكيه وحتى التواصليه الانسانيه اللاعبين، ولات مغامره انسانيه عاشوها الدراري هذا. داكشي اللي عاشوا في الشيلي 12 ساعه ديال الطياره في جزء من العالم اللي ما كيعرفش الشيء الكثير على المغرب، وكانوا خير سفراء المغرب، فغادي يرجعوا بدوك لي سوفينير. بالنسبه لهم سانتياغو تشيلي ولا فالبارايسو ولا رونكاغوا ما كانتش فقط زياره للاستجمام، كانوا السفراء كتبوا فيها التاريخ، كتبوا التاريخ، والسي محمد وهبي ساهم في كتابه التاريخ. أيها السادة والسيدات، في هذا المساء المغربي البهي نحتفل جميعا بجيل كتب التاريخ وفتح الأبواب أمام المستقبل. نحتفل بمغرب يزداد إشراقا كلما راهن على شبابه. نحتفل بفرحة صادقة توحد الشمال بالجنوب والريف بالصحراء والمدينة بالقرية. نحتفل بالمغرب حين يكون على موعد مع ذاته ومع المجد. فمرحبا بهؤلاء الأبطال، مرحبا بأشبال الأطلس الذين رفعوا الرأس عاليا وجعلوا العالم ينحني احتراما لراية حمراء تتوسطها نجمة خضراء. مرحبا بفرحة مغربية خالصة، وفرحة كهذه لا تختم بل تروى للأجيال القادمة كفصل جديد من ملحمة اسمها المغرب. مساء الوطن، مساء المجد، مساء الفخر الذي يسكن كل بيت مغربي. من هنا من عاصمة الأنوار ومن مدينة القرار نطل عليكم في ليلة ليست كالليالي، يوم تكتسي أو ليلة تكتسي فيها الشوارع بالأحمر والأخضر وترتفع فيها القلوب قبل الأعلام. ليلة يعود فيها الأشبال إلى أرضهم وقد حملوا معهم تاج العالم، وكأنهم عادوا بقطعة من السماء ليضعوها فوق جبين الوطن. اليوم لا نعيش مجرد استقبال رياضي، بل نحتفل بصفحة جديدة من السجل الذهبي للمغرب. فهؤلاء الفتية لم يعودوا مجرد لاعبين، بل رموزا لجيل كامل تعلم كيف يصنع المستحيل بالإصرار، وكيف يرفع اسم بلاده بين الأمم بالانضباط والإيمان. إنهم أبناء رؤية ملكية متبصرة آمنت بالشباب فزرعت فيهم روح الطموح ومنحتهم البنية والأكاديميات والفرصة ليكونوا واجهة مغرب جديد لا يهاب التحديات. من باب الصفراء انطلقت الحكاية على امتداد الطرقات بالعاصمة الرباط نحو ساحة البريد. ما زالت هذه الزغاريد ترتفع وتتعالى الأهازيج، والمدينة كلها تتحول إلى مهرجان حب للوطن. كل نافذة تروي قصة انتماء، وكل شرفة تحمل علما يرفرف على إيقاع النشيد الوطني. فالمغاربة اليوم لا يحتفلون فقط بفوز في المستطيل الأخضر، بل يحتفلون بثمرة مشروع وطني بدأ منذ سنوات، مشروع جعل من الرياضة ركيزة لبناء الإنسان المغربي الجديد. من هناك يواصل الموكب مسيرته نحو قنطرة مولاي الحسن، حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا والوطن بنفسه على ضفتين. إنه المغرب الذي اختار أن يصعد سلم المجد بخطى ثابتة، وأن يصنع صورته بجهده وإيمانه. من هناك يتعانق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب في مشهد رمزي يختصر وحدة أمة تؤمن بأن قوتها في تماسكها، وأن فرحتها لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع. اليوم تحتفي المملكة بأبطالها، كما تحتفي برؤية ملكية جعلت من الشباب قلب المشروع الوطني، ومن الرياضة مدرسة للوطنية والانتماء. من الأكاديميات ومراكز التكوين خرج هذا الجيل الذهبي، جيل لم يتعلم فقط كيف يلعب كرة القدم،
بل كيف يرفع الرأس ويقاتل بشرف من أجل راية واحدة لا تنكسر. يا له من مساء يعيدنا إلى معنى الفخر، إلى الدموع التي تنهمر فرحا، إلى الوجوه التي تضيء من حب هذا الوطن. مساء تقول فيه الرباط للعالم أجمع: هكذا يكون المغرب، وهكذا يكون المجد، حين يصنع بالأيدي النظيفة، بالعزيمة الصادقة، وبروح لا تعرف المستحيل. هذا هو المغرب حين يفرح فرحة سامية وراقية وجامعة، فرح يليق بمملكة صنعت الإنجاز بجهدها وأبهرت العالم بثباتها. هذا هو المغرب حين يقول للعالم: نحن لا نحلم، نحن ننجز. وراء رؤية الملكية متبصرة لجلالة الملك رسمت الطريق وأعطت الخطط لنجاح ما بعده نجاح متواصل على مدى الأيام. شكرا لكل المغاربة، وشكرا لجلالة الملك على هذا الحلم الذي أعطانا، وهذه الطريق التي رسم لنا حتى أصبحنا نعيش هذا الواقع الذي كان حتى ماض قريب حلما كبيرا. شكرا جلالة الملك على هذه الإنجازات وعلى هذه الطريقة التي رسمها لتضيء طريق وسبل كل مواطن مغربي للوصول إلى الرقي، للوصول إلى النجاح الدائم. دائما مع هذه الرؤية الملكية المتبصرة التي كانت كما قلنا في البداية خارطة الطريق للوصول إلى هذا المجد الكروي الرياضي الاجتماعي الشعبي كما نتابع سويا. كيف كان لجلالة الملك أن أعطى كل يعني الحلول وكل الخطط للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة على المستوى العالمي في مجال كرة القدم؟ أمين. نتكلموا على خريطة الطريق ديال الصغيرات وكنتكلموا على الأكاديمية، لكن عاود نأكد بشكل كبير النهار اللي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عطى واحد الفسحة الأمل لجميع الشباب الموهوبين في المغرب. قال لهم انه الحلم غيكون بالتكوين الاكاديمي الميداني، وغنفتح لكم واحد الافق، وغادي نخليكم تخلقوا ثروه. خلق الثروه شنو هي؟ انه طفل غادي يوصل البكالوريا، غادي ياخذ البكالوريا ديالو، غيلعب كرة القدم بشكل موازي، وغادي يستطيع انه في يوم من الايام يلعب في انديه كبرى ويعيش من العرق ديال كرة القدم. فانا كرير لا فالور، وهاد لا فالور غادي تستافد منها البلاد، غتستافد منها الشخص والوسط الاسري ديالو، ولكن غتستافد منها البلاد الا كان موهبه في مجال كره القدم فسيتم المناداة عليه في المنتخبات الوطنيه، وغادي يخلق الاسم ديالو، غادي يكتب الاسم ديال الاسره ديالو بشكل كبير. وصاحب الجلاله عطى هذه الفسحه ديال الامل، وعطى واحد الفرصه باش الشباب المغربي دوك يبلور الطاقه ديالو والامكانيات ديالو عن طريق اكاديميه ديال محمد السادس. وإحنا يعني دائما نربط بالصور التي يعني تبعث على الفخر، فخر كل المغاربة، فخرنا نحن جميعا حتى في هذا البلاطو بهذه الصور الرائعة، بهذا الحشد الجماهيري الكبير، بهذا الإنجاز الكبير، بهذا المغرب المتجدد، بهذه الصور التي سوف تتناقلها جميع الدول عبر جميع وسائل الإعلام وأيضا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نسيم، في قبالتك اليوم في المغرب ما بقيتيش مجبر على انك تمشي تقلب على المجد ديال لا فورماسيون في بلاصه اخرى، سورتو في مجال كره القدم. عندك فين تكبر في بلادك. اليوم عندنا الموديل كي مارش هو الاكاديمي، الموديل اللي خدم. اليوم حنا كنطلبوا من كاع وتطلب من كاع لي كلوب انهم ينسخوا الموديل، يديروا نسخه طبق الاصل ديال الموديل اللي ديجا خدم، اللي هو ديال الاكاديمي محمد السادس. بالاضافه الى مراكز التكوين ما نساواش مراكز التكوين ديال الجامعات. غادي نتكلموا على المركز الوطني لكره القدم والمراكز الجهويه، ونضيفوا لها المرحله الثالثه بحال الفوزي. اسمح لي نسيم، خديت المرحله الثالثه هو الاتفاقيه اللي وقعت الانديه مع المكتب الشريف للفوسفات باش يتم
تعطى ديك الدفعه النوعيه اللي كانت يمكن كتنقص الانديه ديالنا. هي لو كوتي فينونسي اللي كان بزاف الانديه تقول لك انهم ما عندهمش اصلا باش لا فورماسيون خصنا نعرفوا انها عندها ثمن ديالها. انا لاعب كان فورمي ولكن ما كيكونش طالع بلا والو، كيكون خص سان انفستيسمون. ملي كتكون لاعب مثلا بحال الزبيري سان انفستيسمون انك تقريه وتوكلو تريني بيه وتعطيه امكانيات استرجاع القوه ديالو، امكانيات ديال الخدمه ديالو البدنيه، امكانيات فين يتدرب فين يلعب، امكانيات انك توفر ليه انه يجيو فرق اخرى عالميه يلعب ضدها كل عام تقريبا ولا 3 سنين متابعه في التورنوا ديال الاكاديمي. دونك كتعطي ديك امكانيه النجاح ما غاديش يجي. يقدر يكون لاعب كويري ولاعب موهوب ولكن ما عطيتيش امكانيات يقدر يبقى مستغني، لان شحال من الموهبه شفنا حبسات في الكره. استعملتي واحد الكلمه ديال الاستثمار، بيان سور الانفستيسمون لو روتور ديالو يقدر يرجع في البلاصه، يقدر يكون يقدر يتعطل بشكل، ولكن غادي يجي لان الاستثمار في العنصر البشري هو اللي خلى كره القدم المغربيه اليوم كتنطلق. لان بنينا البنيه التحتيه، الحجر كاين ولكن حتى البشر كاين، وجا عن طريق الاكاديميه وعن طريق هذه المراكز الجهويه الوطنيه اللي اليوم كتخدم واحد لا ميثودولوجي اللي خلاتنا اننا كنقاروا حتى المدارس ديال الكره في العالم. الارجنتين بلاد كتكون لاعبين، البرازيل بلاد كتصدر في اللاعبين الشباب، ولكن واجهناهم. اسبانيا بلاد مدرسه في كره القدم يقام لها ويقعد وعندها هويه ديالها، وفرنسا هو البلد الاول من ناحيه ديال التصدير ديال اللاعبين الشباب، كلنا غلبناهم في واحد لاج وواحد لا كاتيجوري اللي هما بالنسبه لهم حكومه. لان فاش كتربح الارجنتين خصنا نذكروا الناس انها 6 مرات بطلات العالم في لعبات 8 ديال الفينال، خسرت 2 الثانيه مع المغرب وحده مع البرازيل 83 الا كنت هذه 83 في مكسيكو، وحده مع البرازيل وحده مع المغرب. دونك خدمتي وصلتي، صبرتي. لان انا بالنسبه لي مفتاح من مفاتيح النجاح في كره القدم هو الصبر. مالوغوزمون ملي كيتلاقى الصبر والشغف ديال كره القدم بعض المرات كيوقع واحد لو كونفلي اللي ما كنقدرش كل سيركوي كيوقع. نورمالمون خاصك الصبر في كره القدم، ولكن اللي كيقول كره القدم كيقول شغف. دونك اون فوا كيدخل داك الشغف كيربح الصبر وكيربح العقل، وكيتخذوا بعض المرات قرارات اللي تيكونوا مزروبين ولا شي حاجه اللي ما كيكونوش فورسيمون مزيانين. دونك اليوم ملي صبرتي وخدمتي وعطيتي امكانيات النجاح لهذه المجموعه بالضبط، لان المجموعه كبرت اونصومبل، هاد اللاعبين لعبوا اونصومبل بزاف ديال الوقت، داروا مباريات وديه بزاف كانوا مباريات وديه اللي خسروهم بالربعه وخسروا بالخمسه، واخا هكا كيبقاو مجموعين وكيجيو وكيلعبوا يبخوني دو بليزير ا فيفر انصومبل. دونك ملي مشاو للشيلي وربحوا ديجا دونك انا بالنسبه لي هذيك المجموعه اللي سميناها مجموعه الموت ولات مجموعه الحياه من بعد هي خلاتك انك تطمع انك تولي تبان لك كاس العالم قريبه. لان ملي كتربح لاسبان دونتخ البرازيل متابعين سمعنا تقول في سيتوي سور لو تيران ربحت هاد لي دو زيكول، كتقول باقي لي شي ايكول اخرى تغلبني. ما بالنسبه لي شي واحد الماتش ديال ديكليك هو اسبانيا، ولكن الماتش الوقوف هو البرازيل. غادي تكلم كوريا حيت زدتي من فورم دو شامبيونات، زدتي ان شامبيونال ان ماتش اليميناسيون ديريكت. غنرجع للمباريات نبقاو دائما مع هذه الصور المعبره والرائعه. وشخصيا يعني بحكم مجال ديال الاشتغال ديالنا اشتغلنا على مجموعه من الملفات التي تخص المملكه في مجال الصناعه، في مجال التجاره، في مجال الخدمات، في مجموعه من المجالات. نلاحظ هذا التطور الكبير والديناميه الكبيره وهذا الزخم على مستوى المملكه المغربيه، وراء رؤيه المتبصر جلاله الملك في جميع المجالات. اليوم الاستثمار جاء على مستوى كره القدم الوطنيه. ما هو الاطار الذي يمكن ان نضع فيه هذا التوهج على مستوى كرة القدم عبر العالم مع ما نعيشه في يعني الميادين الأخرى الصناعية والتجارية وأيضا الثقافية ومجموعة من المشاريع الأخرى المواكبة، بناء الحجر وأيضا معه بناء الإنسان وما يظهر. كاين واحد الانديس سوسيو ايكونوميك مهم. التطور ديال الرياضة في البلاد كيكون مرهون بالتطور ديال الاقتصادي والاجتماعي ديال ديك البلاد. نعم. قد ما كتطور اقتصاديا وكتنتعش اجتماعيا قد ما حتى كذلك الرياضه كتكون غدا في خط موازي، لان لا بلوس دو مويان. لان اليوم الرياضه صناعه، ما يمكنلاش نعتبروها فقط تنشيط او الوزير او ترف، لا صناعه. وهذه الصناعه عندها الاسس ديالها. الى الاقتصاد ما كانش منتعش ولا كانش من الناحيه الاجتماعيه ما كنفتحوش افاق المواطن باش يبدا ويخلق ويبتكر في هذا المجال اللي هو الرياضه. نعم. فما يمكنش تمشي. وكره القدم اليوم هي القاطره ديال الرياضه الوطنيه، وهي اللي فتحت افاق، لان هي الرياضه الاكثر شعبيه وهي الرياضه ديال جميع الطبقات الاجتماعيه. نعم. كتمشي للملعب
كتلقى في الفيراج الناس ديال الطبقه الفقيره والكادحه، وكتلقى الناس اللي في لي لوج، وكلهم كيتعايشوا في هذاك المجال وفي ذاك المحيط اللي هو ملعب ديال كره القدم، وكلهم كيشجعوا نفس الفريق وعندهم نفس الطموحات. غالبا هذوك الناس اللي كيكونوا وصلوا لي لوج راه دازوا من الفيراج، كنعرف شي وحدين دازوا من الفيراج. دازوا من الفيراج ودازوا من التريبين ودازوا من بلايص اخرين ديال التيران، لان حتى هو كيكبر. انا قلت واحد الكلمه مهمه امين، هي كره القدم رياضه ديال كل شيء، وهذا الشيء علاش كنشوفوا انها فيها كل شيء، لان هذا المنتخب ماشي كل شيء جا من طبقه فقيره ولا كل شيء جا من طبقه متوسطه، كاين اللي تا هو جا كان يقدر ما يلعبش. اللي كنشوفوا حتى التوجهات الان اللي كاينه في مدارس التكوين وماذا، كنشوفوا يعني ابناء من جميع الطبقات جايين كيلعبوا انصامبل. لان مشى الفكر ديال الكره لهذه الطبقه من المجتمع. لا اليوم كتشوف كل شيء، كتشوف مدارس كثيره، تسمى كلمه ديال لانكلوزيون. فوالا سا تيد سا ان اوتي دانكلوزيون، مي كيف قلتي سي اوسي ان اوتي ديفلوبمون. اليوم السوفت باور ديالك، السميه ديال المغرب لا حسبتي شحال مره جبدات في لي موتور دو ريشيرش من نهار لحد بالليل. اليوم حنا الاربعاء تنهضروا غادي تلقى ملايين المره اللي السميه ديال المغرب جبدات. علاش؟ لان واحد 23 ولا 26 شاب مغربي قرروا انهم يجيبوا كاس العالم للمغرب ويصدموا العالم كامل، وكل شيء تيكتب لي المغرب تصدم العالم. كاين اللي كيعتبرها معجزه لانه ما عرفش الخدمه اللي دارت، كاين اللي كيعتبرها معجزه بروغرامي. كيف قلت لك انا بالنسبه لي انك تمشي من شابو 4 في كره القدم ودير اللقب فهي معجزه كرويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وكاين اللي كيشوفها عاوتاني الناس اللي قراب واللي عارفين كيفاش المغرب خدم على قبل هذه الفئه هذه بالضبط، لان هذه الفئه هي ديال المستقبل، جات الوسط، جات ما بين الحاضر والمستقبل. كنا نقولوا انا فئه المستقبل هي اللي 17، ولكن هادو دابا فئه ديال ايمينون دابا الحاضر قبل ما يكونوا مستقبل. لان كيف قلنا في الاول لاعبين من هنا يقدروا يلعبوا في لا بروميير ايكيب من غدا بعيد. انا بيني وبينك في لاكان انا لا استغرب ان واحد او جوج منهم ولا ثلاثه يقدروا يكونوا في اللائحه الاوليه من بعد اللائحه النهائيه بوتيتر با. ولكن اللي كيهمني في هذا الشيء كامل هو انه استعملتي كلمه سوفت باور. كتدخل لجوجل كدير موتور دو ريشيرش، القوه الناعمه، القوه الناعمه، كدير موتور دو ريشيرش كتلقاه موروكو. هذه 40 سنه كان اللي كيخلط موروكو مع دوله اخرى. اليوم موروكو انا سائح اجنبي مشيت شفت المغرب في الشيلي او شفتها عبر اللقاءات التلفزيونيه، غنبغي نجي نكتشف السر ديال النجاح ديال هذه البلاد هذه، وغادي نوازي بين العطله والاستجمام ونحاول نكتشف السر ديال هذا الشعب هذا اللي استطاع انه يقهر الارجنتين مثلا. وهذه فرصه باش نفتحوا افاق بالصوره وبالسمعه ديال كره القدم المغربيه للسياحه، للاستثمار، لبزاف ديال الافاق اللي كتكون. علاش؟ لان العنصر البشري المغربي استطاع انه ينتصر في كاس العالم ويولي ثاني دوله افريقيه كتتوج واول دوله في العالم العربي. هادشي كامل اليوم اهم حاجه اننا ولينا كنربحوا، بقيناش كنكتشفوا اننا نخسروا. عندنا بدينا كنقدموا المغرب كدوله، ولكن كنا ديما بريسك كنتكلموا على رياضه. لا هي باش نتكلموا على رياضه جماعيه. رياضه جماعيه بيان سور. اول رياضه جماعيه، اول منتخب في رياضه جماعيه يفوز هو هذا. الالقاب العالميه عرفناها في العاب القوى او في الاولمبياد على صعيد الاولمبياد على صعيد الميداليات. رياضه جماعيه. رياضه جماعيه. دونك كاين الفوز انك تجيب ميداليه وتورجيكو سي با ملي كتجيب اولمبيا راه يعني هذيك ذهبيه عالميه. من هنا الفروق ديالنا كانت ديما داك لو بريسك. في الفروق كاس العالم للانديه فاش الرجاء غتمشي تلعب في البرازيل والعالم كله غادي يعرف بدا يقلب في المغرب الافريق المغرب لعبوا مزيان معهم، كيلعبوا مزيان ما انتصروش، لعبوا مزيان ما انتصروش. جا من بعد 2013 هذيك لا فينال هذيك الميداليه دارجون كتعني شي حاجه اللاعبين كيمشيو بشي حاجه وتا هي يدخلوا بها القسم الملكي. كاين واحد الكلمه واحد الزميل الله يرحمه وبالعيد بوميد كان كيسميها لا ديفيت فيكتوريوز. الجيل ديالنا عاش بدوك الاساطير او بدوك القصص اللي تقدر تكون حقيقيه ديال لعبنا مع الالمان وكنا منتصرين في 1970 ونافاي وكنا كنكرروا ذاك المسلسل ديال ونافاي لا اون ريوسي نجحنا. واليوم حتى ذاك الوليدات الصغار اللي غتعاود لهم على مكسيكو 86 ولا اديس ابيبا 76 غيقول لك الوالد انا عندي القصه ديالي ستوري تيلينغ اللي غنعاود هو الشيلي 2025. وهذا ستوري تيلينغ هو اللي خصك تبدا تعاود الاجيال المقبله وتقول لهم هذه سبل النجاح، هذه المفاتيح ديال النجاح. مشاو 21 لاعب
10 من التكوين ديال الانديه المغربيه، منهم 4 ديال الاكاديمي و11 لاعب اللي جبناهم واستقطبناهم اولاد مغاربه العالم وقدمنا لهم مشروع رياضي وجبناهم المنتخب. امين، انهينا بصور اكثر من رائعه، صور انت راه ولد الرباط عارف يعني الرباط القنطرة مدينه الانوار، مدينه عاصمه الانوار يعني القنطره مولاي الحسن المطل على الضفتين الرباط وسلب بهذه البنيه التحتيه الرائعه بمناظرها الخلابه، بهذا التحول الذي شهدته العاصمه الرباط. هكذا استقبل الشعب المغربي وساكنه الرباط وكل المغاربه قاطبه هؤلاء الشباب الذين ابدعوا والذين حققوا الحلم. كما قلنا كان حتى ماض قريب حلم يصعب ان نناله، لكنه واقع ونتيجه نعيشها اليوم في هذه الاثناء بهذا الاحتفال الشعبي الكبير لابطال العالم في اقل من 20 سنه. نسيم، نشوفوا سلمى. سلمى كتقولوا كل شيء، ما نقول. سلمى